قال الإمام علي عليه السلام: ضع في ذهنك ثلاثة: لا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس، ولا نجاة من الموت. لا راحة في الدنيا. أول واحدة خليني أقول لكم، نبي الله آدم عليه السلام من كان بالجنة، من أكل التفاحة ونزل على الأرض دور على شي اسمه راحة، ما لقاها. من مات يلا ارتاح. ماكو شي بهاي الدنيا اسمها راحة. لا حد يقول اني الله انام وشبعت نوم ارتحت، ماكو راحة، هاي مو راحة هاي. الانسان من يموت يلا يرتاح. الثانية هي ولا سلامة من كلام الناس، يعني الناس تحكي على ناس، سني يحكي على شيعي، شيعي يحكي على سني، ناس تحكي على ناس، يحكون على المسيح، على الأجنبي، على العربي، على أي كان، حتى على رب العالمين يحكون، على الأنبياء، على كلهم. نبي الله موسى عليه السلام الحكى ويا رب العالمين، قال له يا ربي الناس تحكي عليه، تقدر تخلي الناس ما تحكي عليه؟ رب العالمين عز وجل رد عليه وقال له يا موسى، أني الناس تحكي علي، تريد الناس ما تحكي عليك؟ رب العالمين رد على نبي الله موسى وقال له عن هذا الشي ما مسوي لنفسي، أسوي لك إياه أنت. الثالثة هي ولا نجاة من الموت. ماكو واحد ما يموت، كلها تموت بيوم القيامة. من يصير يوم القيامة حتى ملك الموت يموت.